قولي لي، عايزه تطلقي ليه؟ ما بيهتمش بيا. يعني ايه ما بيهتمش بيكي؟ يعني بيقولش كلام حلو، فين وفين لما بنخرج، حياته كلها ما بين الشغل والنوم. جوزك بيشتغل ايه وبيقعد كام ساعه في الشغل؟ هو بيشتغل مدرس، بيخلص المدرسة يطلع على الدروس، ما بيرجعش غير على النوم. يعني كام ساعه مثلا؟ يعني حوالي 16 ساعة كل يوم على الوضع ده، على يوم الجمعة. والجمعة برضو بيقضيها يوم، زي ما قلتلك بيخرجنا كل فين وفين. ياه، بيشتغل 16 ساعه؟ ده وقت طويل قوي. طب اتكلمتي معاه قبل كده؟ ياه، اتكلمنا طبعا، ورد عليا بالرد اللي اغلب الرجالة بيقولوه: الفلوس والمصاريف والشغل وتعبان ومش قادر. وانت شايفه انه بيتعب علشانكم؟ بصراحة ايوه بيتعب، بس انا كمان محتاجاه. جوزك بخيل؟ بالعكس، ده سخي جدا ومش مخلينا عايزين حاجة. انا بكلمك بصراحة وبقول اللي ليا واللي عليا. طب حنين؟ بيحبك وبيحب عياله وبيراضيكي ويعوضك في الاوقات الصعبه، يعني بتلاقيه؟ هو حنين بصراحة، حاسة انه بيحبني وبيموت في عياله طبعا. ولما بزعل بيحاول يراضيني، بس مش في كل الاوقات. ولما بحتاجه بيكون موجود بصراحة، بس مشكلته برضه انه عصبي. طب حلو، وحضرتك عايزه تطلقي، وماذا بعد الطلاق؟ وماذا بعد الطلاق؟ مش فاهمة. اوكي، يعني حضرتك عايزه تطلقي، هتعملي ايه بعد الطلاق؟ بصراحة ما فكرتش. ودي المشكلة اللي أغلب الستات بيقعوا فيها. ما فكرتش. الطلاق مش رحلة أول ما تطق في دماغنا هنشد الرحال ليها. دي حياة تانية خالص، تفاصيل جديدة ومسؤوليات وتحديات ما يعلم بيها إلا ربنا، واسألي اللي جرب. أنا عارفة قيمة الاهتمام، وعارفة إن الست بتتغذى بالكلمة الحلوة، وإن بيوت كتير بتتهد بسبب إهمال الراجل لمراته. بس في حاجات بتشيل حاجات، وفي حاجات ممكن تهون علينا. فبلاش تبصي على حياتك من خرم إبرة، وتسيبي كل تفاصيل حياتك وتبصي لجزء مهم بس مش كل حاجة. جزء مهم بس ما يخربش بيت. جوزك راجل حنين حسب كلامك، كريم وبيحبك وبيحب عياله، بيراضيكي في أوقات كتير، طموح بدليل إنه بيعافر وبيجتهد، وعدد ساعات نومه أقل بكتير من عدد ساعات وقفته على رجله في الشارع. لو حطيتي حياتك تحت ميكروسكوب هتشوفي تفاصيل كتير غايبة عنك، والجزء الناقص في جوزك رغم أهميته هيتوه وسط حاجات كتير حلوة. الحنية والأمان والطبطبة والجدعنة والرجولة والأخلاق، كل ده يهون عليكي. في بيوت بتشحت صفة واحدة بس من الصفات دي. أقولك على حاجة؟ اتفضلي. بصي في عيون جوزك كده وهو راجع بعد 18 ساعة لف ومناهدة، بعد حرب بياخدها كل يوم وانت ما تعرفيش عنها حاجة، علشان يوفر لكم الكام جنيه اللي بيكفوا بيته لغاية آخر الشهر. حرب صعبة ما يعلم بيها إلا ربنا، حرب بتاكل فيه وبتاخد من روحه ومن عمره. الحياة صعبة وأديكي شايفة الظروف، والراجل الجدع اللي بيحاول يوفر ويعافر ويجيب القرش بحلال ربنا. طب اعمل ايه؟ اشبعي بالمتاح والقليل، بصي لنص الكوبايه المليان. اشبعي بشويه الحنيه اللي محدش لاقيهم اليومين دول، بصي لكرمه ولطيبته وحبه ليكي ولعياله، بصي للحته اللي ما تخليكيش تكرهي الدنيا واللي عايشينها. طب وهو ما يحاولش حتى؟ هو مش قدامي دلوقتي عشان اكلمه، لكن لو هو بيسمعني دلوقتي هقوله ان الست راس مالها المشاعر، بتتغذى على الحب والكلام الحلو قبل الاكل والشرب. كلمه بحبك هتفرق معاها. ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك، انا من غيرك ما كنتش عارف هكمل حياتي ازاي، وكتر خيرك. كلمات ما بتاخدش جزء من الثانيه، لكن اثرها في حياه الست كبير وعظيم. فيا رجال العالم، احنا مقدرين تعبكم علشاننا، لكن من فضلكم اهتموا شويه.